كمان من ضمن الحضارات اللي موجودة هنا حضارة بلاد فارس اللي هم الجماعة الفرس، اللي هي بلاد إيران دلوقتي حاليا. ومن ضمن الحضارات الشرقية فينيقيا اللي هي سوريا ولبنان دلوقتي، اللي هي في الجهة الشمالية الشرقية من مصر. يبقى الأربعة دول يتقال عليهم الحضارات الشرقية القديمة. دول في فترة من الفترات كانوا مزدهرين ومتقدمين وحياتهم عظيمة جدا، لكن بعد كده هيبدأوا دول يقلوا شوية ويبدأ ناس تانية يحصل عندها تقدم حضاري. مين اللي حصل عنده التقدم الحضاري بقى؟ الحضارة سابت الشرق وراحت للغرب على ايد حضارتين، الحضارة اليونانية ثم الحضارة الرومانية، والاتنين يا جماعة موجودين في قارة أوروبا. يبقى بدأت الأول في الشرق، سابت الشرق وراحت للغرب على ايد اليونان والرومان. فضلت الحضارة اليونانية والرومانية مزدهرة وقوية جدا لحد ما برضه هيجي لها فترات وتضعف وترد الحضارة تانية ومجدها عندنا احنا في الشرق مرة تانية. على ايد مين بقى؟ قالك على ايد الحضارة الإسلامية، وقعدت يا جماعة عندنا ما يقترب من 1000 عام. يجي يقولك عبارة عن 10 قرون. مش انت عارف ان القرن 100 سنة؟ يبقى 100 في 10 يديك تقريبا 1000 عام. بالمناسبة هنا الحضارة الإسلامية دي امتدت من الصين في الشرق لحد الأندلس في الغرب. قعدت فترة كبيرة جدا مزدهرة ومتقدمة ومسيطرة بشكل كبير، ولكن في نهاية فتراتها هتمر بحالات من الضعف، فتبدأ حضارات تانية تتقدم زي حضارات الغرب. هنا دلوقتي الحضارة موجودة عند الحضارات الغربية الحديثة اللي موجودة دلوقتي في أوروبا واللي موجودة دلوقتي في أمريكا. دي اللي فيها الحضارة الجديدة اللي موجودة النهاردة. يبقى تاني، لو أنا قلت لك إن الحضارة كالطائر الجوال، الطائر الجوال ده بيتنقل من مكان لمكان. أولى رحلاته كانت فين؟ يعني أول مكان كان فيه فين؟ كان في الشرق. طب آخر رحلاته فين؟ آخر رحلاته في الغرب. لو قلت لك الطور الثاني أو المرحلة الثانية من رحلة هذا الطائر تبقى فين؟ تقول لي المرحلة الأولى كانت في الشرق، يبقى المرحلة الثانية أو الطور الثاني في الغرب. طب لو قلت لك مهد الحضارة بدأ فين؟ تقول لي مهد الحضارة بدأ في الغرب عند حضارة مصر والعراق وفينيقيا وبلاد فارس. دول مهد الحضارة. طب موقعهم فين؟ في منطقة الشرق الأوسط. طب تبع الحضارة